صغري وانا كنحلم نكون حارس شخصي، وهادشي كامل تولد فيا لداخل. نهار وقع واحد البلان حدا السبيطار. باش نعاود لكم القصه مزيان غادي نرجع بكم ديك اللحظه نيت. ديك العشيه كنت انا والوالده غادي للسبيطار، غادي كنبكي وشات المؤخره ديالي بيديا حيت كانت كضرني، حيت عضني ولد الحرام واحد المشحوم. وصلنا تماك وبقينا كنتسناو. جات الطبيبه قالت لي البرا ديال الكرش، وبقات كتعنق فيا وكتبوس فيا وانا السحليه. المهم خرجنا من تماك وصافي حبست الدموع، حيت الصراحه ما كانش هذيك اول مره غادي نجي ندوق البرا ديال الكرش. ديما في العام كنجي 3 حتى 4 ديال المرات، ديما قصتي قصه مع المجاحم، والصراحه انا ديما اللي كنقلب عليها. المهم خرجنا من تماك من ديك الغرفه ديال الطبيبه، وحنا غاديين قراب من الدخله ديال الباب ديال السبيطار. شفت ديك اللحظه واحد الطوموبيل جامي شافت عينيا بحاله، لا في السيكتور ولا قريب من السيكتور. طوموبيل مليحه ديال بصح، وغير من البنوات ديالها كيبانو كحلين ما مغبرينش. عرفت جامي غادي تكون سيركيلات في الاحياء الشعبيه. ديك الطوموبيل كانت راكبه فيها واحد البنت آية من الجمال، دايره بحال دوك الممثلات المكسيكيات. اختنا كانت مصادمه واحد مول تريبورتور وجو داير بحال بيتبول. خونا في الله كيسب وكيعاير وكيخسر في الهضره، وختنا مخشيه لداخل في الطوموبيل ومطلع الزاج، وشاده التليفون ديال بين يدها ويدها كترعد، واضح بلي كانت كدوز مكالمه لشي واحد. هادشي كامل حد زيرات عليه الطريق، وخونا والو ميكروب كيعرعر كيرورب، والناس كلهم واقفين كيتفرجوا كانوا مزرين منه. ما كاملاش 10 دقائق الوالده ماشي من العاكزين بقات واقفه كتفرج كيعجبوها هاد البلانات هادو. داك الوقت وقفات واحد الطوموبيل، نزل منه واحد خونا كان ضارب كوستيم في الكحل، كشافو عراض كيبان قد الحلوف. تم جاي بالزربه قرب من حدا ديك البنت ويحل الباب، بقى كيدوي معاها. ختنا في الله نعتات بصباعها على مول تريبورتور، قرب من حدا ما عطاش فرصه نهائيا فين يقول لي السلام كيدير بخير. خطفو من الارض بحال شي حشره، تبتو في الارض وهو يعطيه 2 تصرفيقات بحال كيقرص في بطبوط. خونا في الله بدا كيزاوك، وعباد الله ديك اللحظه عاد بداو كيدخلوه باغيين يفكوه كدا. خونا في الله ديك اللحظه بحال تسته ولا كيشوف غير الظلام، ناض وقف على رجليه ويعاود يطيح. واحد العساس كان واقف حدانا قال لنا هادي صوفيا بناني، وهذا راه الحارس الشخصي ديالها، نورمالمون كيكون ديما معاها. عييت ما نقولها ليه ولكن راسو قاصح، اش غندير ليه. بقيت كنشوف خونا في الله مول الكوستيوم اللي الاغلبيه اعتبروه معدي، ولكن انا الصراحه اعتبرته بطل. والكلمه ديال الحارس الشخصي سقات لي في الدماغ، ومن ذاك الوقت وانا كنحلم باش نكون حارس شخصي. لدرجه ماشي غير كانت كتدور لي هضره في راسي وصافي، بالعكس هادشي هذا سيطر ليا الافكار ديالي. وانا باقي صغير كنتمشى بحالهم، كنتعنكر، واي واحد دو معايا بدون مقدمات، سواء كنصرفقو ولا كندخل ليه كروشي. لدرجه واحد البنت زوينه كانت عندنا في الدرب، وكنت كنعتبر راسي انا هو الحارس الشخصي ديالها. وفي السر اي واحد دو مع ديك البنت، سواء بنت ولا ولد، ولا طيح منا شي واحد ولا سب شي واحد، ما كنزكلوش. ملي كتكون باقي صغير كتكون عندك حريه الاحلام وفي الرغبات، وحتى التفكير ديالك ما كيكونش محدود. ولكن ان فوا كتكبر وكتبدا تفهم، كتعرف بلي البلاد اللي انت عايش فيها دايره بحال كاع البلدان في العالم كامل، فيهم طبقات، وبلي الطبقه اللي انت فيها هي الطبقه الفقيره، واللي فيها بنادم ضارب غير مع طرف ديال الخبز. سميتي منصف، حاليا 35 عام، قصتي دايره بحال شي فيلم امريكي. 35 عام ما كان ساهله، دازو فيها بزاف ديال الحوايج، الخايبين والزوينين، وممكن الخايبين يكونوا كثر. باش نعاود لكم قصه غادي نرجع بكم اللور ملي كنت باقي برهوش. كيف ما عاودت لكم في البدايه، كنت باغي نكون حارس شخصي، وبقات ديك الرغبه عندي لداخل غادا وكتكبر. وملي وصلت 17 عام بدات صراحه كتقل شويه. السيكتور اللي كبرت فيه ما كانش معاون، لونتوراج ودراري صحابي اللي كنت كنصاحب معاهم حتى واحد فيهم ما كان كيوصل الليل كيلقى ساحي. ومن عاشر قوم صار منهم،
حتى انا كنت كندير بزاف ديال الحوايج خايبين وتبريت بهم. الكالا، المعجون، الكارو، وحاجه وحده اللي عاوناتني ما نبقاش مدفك كيف ما هما مدفكين، وهي الباك. جامي كنت ديرو في البال الصراحه، لدرجه داز ديك العام كامل وانا ما كان بريباري ما والو. عطا غير الدوران فين ما كانت شي دريه مجروقه كنتبعها. كنت عارف مسبقا ما غندير والو، وخا في الجهوي كانت عندي نقطه مزيانه. كيف ما قلت لكم في الباك ما كنتش بصراحه دايرو في البال، وحيت اي حاجه ما كتحكرش فيها وما كديرش مع بالك كتصدق. ديك 3 ايام ديال الامتحانات سوقرات نقله، وكانوا الناس اللي حاضرين مساك الله يعمرها دار خلاونا درنا ما بغينا. شارجيت الوراق مزيان وجبت الباك ب 13. السيكتور اللي كنت ساكن فيه كانت فيه كنازه، كلشي كيبكي كلشي كيغوت، والدار الوحيده اللي كانت فيها دقيقيه وكانت زاهيه هي دارنا. كلشي كان فرحان وانا واقف مصمك بالمعجون كنقول او كي درت ليها. كان هذا هو السؤال اللي كيدور في راس اي واحد ساكن في الحومه، حيت كانوا عارفيني عطا غير الدوران والجرويق وتسلكيت من الفوق. المهم خديت الباك ومشيت درت لافاك ديال القانون. لافاك بحال جراتني من داك البيئه اللي كنت ساكن فيها وعايش فيها. تماك تعرفت على الناس جداد، دراري بعقليه جديده، دريات يا سلام. كنت انا هو الميكرو في ديك لافاك، وحيت كانوا بزاف ديال البنات كيف ما قلت لكم كيضربوا حطات ناضيين ولا ويلي، وليت انا كنتهلا في راسي كندير الدهنه كنحسن كنضرب حطات من القريعه باش نبان ناضي. وسبحان الله داكشي ديال الله كنت عاطي العين، وبزاف ديال الدريات تما كانوا كيزعطوا فيا. وليت معاشر مع الدريات اكثر ما معاشر مع الدراري، كنبقاو غير كندورو تماك. وحيت لافاك ما كان لا حد ديالها تلعبه، مره كنمشيو نحضروا مع هذا في عيد ميلاد ديالو، مره كنمشيو للكافي، مره كنمشيو للبحر. تعاشرت مع كليكه صراحه الخيبره، كل واحد والستيل ديالو. وهنا بلا ما نشعر لقيت راسي بعدت على البلياو، وبعدت على بزاف ديال الحوايج كانوا خايبين في حياتي. وكثر من هادشي صاحت مع دريه تماك هي اجمل دريه في لافاك، سميتها سوندوس. حتى واحد ما كان كيزعم يقرب ليها. ديك الدريه باك لاباس عليه، وكانت كتجي لافاك بالطوموبيل ديالها. وقت ما كنت كنتلاقى انا وياها كنبقى غادي انا وياها وكاع ما مصدق بلي انا مصاحب مع وحده بحال هادي. وصراحه ما عرفتش شنو عجبها فيا. يمكن داك التمكريب ديالي وداك التخزاز ديالي كان كيبان لها هي على اساس انه رجوله وشخصيه، خصوصا ملي وقفوا علينا واحد الشفاره في لاكوط ديال عين الدياب وعطيتهم قتله ديال العصا. من تماك يمكن ولات كتشوفني بطل اسطوري. المهم ديك البنت وليت كنموت عليها، وكنت كنعيش معها حلم ما كنت صراحه باغي نفيق منه. ولكن للاسف في العام الاخر لينا في لافاك غادي نفيق من ديك الحلم على كابوس، وغادي نصدم باللي سوندوس غادي تمشي لبرا هي وعائلتها كاملين. تفارقت انا وياها بالدموع ديك الليله، بقات كتقول لي غادي نرجع وغادي نبقاو ندوي وكذا وكذا، ولكن انا ما بغيتش نبقى معلق بحال هكا. داكشي علاش ما كاملاش 3 ايام تقريبا بلوكيتها وحيدتها من حياتي. كنت كنتصرف نورمال، كنبان قاصح، ولكن في الليل غير كنتفكرها الدموع كيبداو ينزلوا. خديت ليسونس ديالي وبديت كنحاول نديفلوبي في راسي باش ننسى. من بعد مده قصيره دفعت الكونكور ديال البوليس، والحمد لله تخرجت مفتش شرطه. وبديت ديك اللحظه كنسى الغياب ديال سوندوس بالخدمه والونطريما، وكنعمر وقتي. ما كاملاش 5 سنين وليت بحال الوحش، قبيح بزاف وما كنزاقلش، خصوصا مع دوك المجرمين والحكاره اللي كيتعداو على عباد الله. فهاد 5 سنين وقعوا بزاف ديال الحوايج، اهمهم الموت ديال الوالد، وحتى الوالده اللي تبعاتهم بعد عام ونص. هادشي اللي وقع ابدا ما كان في الحسبان. رول لي حياتي. دوزت تقريبا عام عند طبيب نفساني، وبصعوبه حتى تجاوزت ديك الازمه النفسيه اللي كنت كنعيشها. كان كلشي نورمال حتى النهار اللي كنت جالس مع الرئيس ديالنا. كان كيحترمني بزاف وكيقدرني على المجهود اللي كندير، واخا ديما كانوا كيتشكاو مني الناس من العصا اللي كنعطيهم. كان هو ديما جنبي، الرئيس ديال الولايه، كان بمثابه الوالد ديالي. واحد العشيه كنت جالس انا وياه كندويو، وجا ابيل من عند شي واحد قريب ليه.
بقى كيدوي معاه في التليفون تقريبا شي 5 دقائق. ملي قطع قال لي ولدي منصف، هاد السيد اللي عيط لي دابا راه من العائله، ماشي عائله ولكن قريب ليا، ريحه الشحمه والشاقور، وراه محتاج الحارس الشخصي. وقال لي بلي راه عنده اعداء كيتربصوا ليه بحفيدو، دري باقي صغير عنده 8 سنين. بقى كيشوف فيا ديك الهضره الرئيس وانا كنشوف فيه على زعما كتعاودي بحال هكا. ديك اللحظه هو يطلب مني نتكلف انا بهاد المهمه هادي. قلت ليه الصراحه ما عرفتش، صافي واخا غادي نحاول. الصراحه ما قدرتش نقول ليه لا، حيت من الصور ديالي والخدمه ديال الحارس الشخصي كنفضل على كاع الخدامي، واخا انا بوليسي وكذا، ولكن صراحه بقى في داك الهيت القديم حارس شخصي. قلت لي صافي واخا. داكشي اللي وقع، مشيت عند دوك الناس تلاقيت بهم، كانت عندهم فيلا كبيره في عين دياب. تلاقيت مع الجد اللي هو مرشي، وعرفني على وليد صغيور. قال لي بلي باه ومو راه ماتوا مساكن في كسيده، وانا ولدي عندي بزاف ديال الاعداء، وخفت لي اديه لي شي واحد، وهادشي غادي ياثر فيا النفسيه ديالي. قلت صافي كون هاني عمي. داك الدري الصغير كان ذكي بزاف، في الاول بحال ما تقبلنيش، ولكن بقيت كنلعب معاه وكنضحك معاه. ما كاملاش يومين وليت انا وياه بحال الصحاب، كنضحكوا وكنلعبوا. وليت بهاكا كندير جوج ديال الخدمات، مره كنمشي للولايه ومره كنمشي عند داك الدري. وحتى الرئيس ديالنا كان راخف عليا شويه الضغط. داكشي علاش كنت ديما كنبقى ندور انا وداك الدري الصغير، كنجيبو. ما كاملاش 3 شهور تقريبا تعلقت بداك الوليد. كيفاش كان كيعاملني، كيفاش كان كيكون قريب ليا، وحيت انا كنت ناقص حنان يلا مات والديا، وداك لو شوك ديال البنت اللي كنت كنبغيها، وداكشي كامل اللي وقع ليا في حياتي. داك الدري الصغير كنت كنعتبره بحال ولدي. مرات كثيره كان كنعس ليا فوق حضني، وملي كنبغي نمشي كيبقى يبكي. داك الدري كان ذكي بزاف وكيبغيني بزاف نكون حداه. من بعد تقريبا 8 شهور صافي وليت متعلق به لاقصى درجه، لدرجه وليت كنقول ليه ولدي. من بعد 8 شهور كان واحد مسؤول كبير من الميريكان، كان جا المغرب وبالضبط في مراكش. كان جات التعليمات بلي خصني نمشي انا وشي دراري ونبقاو معاه في مراكش. سيف بقى كيبكي ملي سمع بحال هكا، وكيقول جدو بلي انا خايف، وبصعوبه قدرت نهدنو ونقول ليه بلي ما يوقع والو. باش نطمئنو بقيت كنقول ليه غادي نعيط لك 7 ديال المرات في النهار، وملي غادي نجيب لك بزاف ديال الكادوات. مشيت لمراكش وانا بالي مشغول على سيف، وبقيت كنعيط ليه في النهار تقريبا 7 ديال المرات. دوزنا 4 ايام الاولى في مراكش. النهار الخامس صونا التليفون ديالي وكانت النمره ديال سيف. شفت قلبي تهز من بلاصتو. ملي جاوب ديك اللحظه كنت كنسمع الغوات وصوت قرطاس، ما فهمت والو. كان كيسحاب لي بلي سيف كيتفرج في التلفازه ولا كذا. قلت لي سيف، الو سيف نقص من التلفازه. ديك اللحظه صدمني ملي قال لي عمو دخلوا علينا شحدين، دخلوا علينا شفاره. ديك اللحظه تقطعت المكالمه وتم عيط الرئيس. قال لي كون هاني غادي نمشيو دابا بسرعه الفيلا ديال الحاج. بقيت واقف تماك على الاعصاب ديالي قبل ما غادي يعيط لي الرئيس ياكد لي بلي عصابه تهجمات على الفيلا وباللي قدروا يخطفوا سيف. سمعت هكا ودارت بيه الدنيا. ما يمكنش، ما كانش عندي الحق نخلي مراكش وداك المسؤول باقي فيها. غد في الصباح عيط الرئيس باش نطمئن على سيف، وقال لي بلي هادو اللي خطفوا سيف راهم طالبين فدية، وبلي راه نسقنا مع الجد ديالو باش نقدروا نشدوهم. غير سمعت هكا قلت ليه سعادة الرئيس كنحترمك بزاف، والكرام الاحسن ما دير والو حتى نجي عافاك. قال لي لا كون هاني، راه الامور تحت السيطره. تحركنا داك الصباح من مراكش، طرح كله دماغي مرفوع وانا كنتفكر شنو ممكن يوقع، وكنفكر غير في الحوايج الخايبين، وكنتمنى يا ربي ما يكونش داكشي اللي كيدور لي في بالي يوقع. غاديين في الطريق وانا كنتراعد غير بوحدي، وانا كنتفكر سيف وهو كيبكي وكيطلب مني نبقى معاه. وصلنا لكازا، مشيت نيشان للولايه مع الدخله كانت الروينه ديال بصح،
وعرف ديك اللحظه بلي العمليه غتكون فشلات. شافني الرئيس من بعيد، اللون ديال وجهه تخطف. قرب من حدايا، قلت ليه: سعادة الرئيس، شنو واقع؟ قال لي: ولدي تهدن، للاسف العصابه شي واحد وصل لهم الخبار بلي داير لهم قالب، وراهم تراجعوا للشونطاج ديال الدري، وكثر من هادشي راهم قتلوا الدري الصغير وقرضوه وصيفطوه للحاج في باليزه. سمعتك دارت بيه الدنيا، واخا كانت داس مده طويله على الموت ديال الوالد والوالده، واخا داس مده طويله وانا في البوليس، ما تقبلتهاش نهائيا، حيت ماشي اي دري صغير. سيف، الدري اللي زرع في روحي الامان من بعد الفراغ اللي خلاه والديه. بلا ما نشعر بديت كنغوت وكنهلل وهزيت السلاح، وكلشي دار بيا مصدوم. مازال عاقل الصدمه ديال وجوههم كاملين، ديال البوليس ديال الولايه، وهما كشوف فيا وانا كنغوت وكنهلل ودموعي نازلين. كنت بحال الحمق. الرئيس ما كانش باغيني ندخل في الروشيرش على خوتنا في الله اللي داروا داكشي في سيف. داكشي علاش قال لي خاص ترتاح وحنا غادي نتكلفوا. مشيت للدار ديك اللحظه وانا دماغي مرفوع. دخلت وبقيت كنهرس وكندقدق وانا حاقد الدرب بصح، وما كنت غادي ارتاح حتى نشد هادو اللي داروا في الدري ديك الحاله. مشيت نيشان الفيلا ديال الحاج، دخلت تماك وبقيت كنبحث على شي دليل، وتواصلت مع الدراري اللي سبقوني اللي جاو بحثوا هنايا وكذا. ما كاملاش 3 ايام لقيت واحد الدليل اللي غادي يوصلني ليهم، وملي عرفتهم بالضبط فين كاينين دخلت عليهم في واحد الكوخ كان في النواحي ديال المحمديه. جيت المنصوريه، هزيت عليهم السلاح، وبرغم انهم استسلموا واعترفوا بداك الشيء كامل اللي داروه، ما شعرتش براسي الا وانا كنصفيها لهم واحد ورا واحد. جاو البوليس وعياو ما يقولوا لي هبط السلاح ديالك، ولكن انا عيني كنت كنشوف بهم حاجه وحده: الدري سيف، وما حيت يدي على السلاح حتى قتلتهم كاملين. ديك اللحظه وعيت ملي داروا بي البوليس وثبتوني في الارض. من بعد داوني للولايه وخلاوني في الحبس الاحتياطي. من بعد قدموني عند وكيل الملك وضربوني بعام ديال الحبس وفصلوني من البوليس، وهادشي كامل بسبب الرئيس. اعتبروني دافعت على نفسي، وباللي المجرمين شكلوا خطر واضطريت نصفيها لهم. دوزت الجحيم في عكاشه. اغلب الحباسه تما كانوا كيعرفوني ديجا، كنت قاطعها فيهم، وكان كيخصني بين اليوم العين الحمراء بلي انا كما مزري منهم كاع. داكشي علاش ما كانش كيدوز النهار اللي ما كنطايفش فيه، النهار اللي ما كنوضاش فيه مع شي واحد. القصه ديالي مع سيف الطريقه اللي سالت بها خلات ندوز اكفس ايام حياتي. حسيت باللي بحال انا اللي تخليت عليه وخليت يوقع لي بحال هكاك، خلاتني نعيش ديبرسيون. وتخيل معايا ديبرسيون وسط عكاشه. الصراحه جامي تخيلت شي نهار غادي نعيش هذا الموقف هذا، نولي نتمنى الموت. دازت لك العام بصعوبه، وخرجت من الحبس وانا واحد اخر محطم ونفسيتي مهزوزه. لا الوالد لا الوالده لا عائله نحط عليهم الراس ونفرغ فيهم همي. قصتي كان عارفه كل شيء في الحومه، وليت غادي ومنكري من المكاريب اللي كانت ديجا قاطعها فيهم، خصوصا دوك البزنازه ودوك القرابه اللي كانوا كيبيعوا وحدانا. كنت عايش حياه بائسه ديال بصح، الدار خاويه كتصفر وكيدرو فيها غير الفيران وسرق الزيت، وغتصاور لي والدين اللي معلقين في الحيط. مره كنهز عينيا فيهم وكنت نهاد من الداخل. بقيت عايش مخلوي في الدار. مره كنجيب بيرات وكنتكاوى حتى كنصمك الدماغ. كانوا عندي بزاف ديال المعارف في البوليس. مره كان كيجي عندي واحد فيهم كيبقاو ينصحوني: دير هادي ما ديرش هادي، حتى واحد ما كان حاس بيا. والاغلبيه كانوا كيطلبوا مني باش نكون حارس شخصي، ولكن انا كنت مهزوز من الداخل، وما كنشوف حتى شي حاجه في الحياه زعما كتستحق مني
ندير على قبلها ايفور. وحيت المصائب كيجيو دقه وحده، واحد العشيه زعما نزلت من الدار باش يضربني شويه البرد، نحاول ننسى شويه. تقريبا داز ديك الوقيته 3 شهور مورا خروجي من الحبس، وانا غادي كنتمشى تلاقيت بارازار بسندوس كانت دافعه البوسيت ديالها وبجنبها راجلها، واضح بلي كيبغيو بعضياتهم. وقفت ديك اللحظه وبقيت كنشوف فيها وسهيت، ورجعت الماضي في لافاك والضحك والنشاط والحب الاسطوري اللي كنت نتمنى انه شي نهار غادي يصدق. بقيت واقف من بعيد كنشوف فيها وباقا زوينه كيف ما كانت. ديك الساعه ردات لي البال وشافني 5 ثواني تعرفات عليا، بدات كتبكي وراجلها كيسولها مالك. تم قلبت وجهي وقطعت الشانطي وغبرت، وبقات حياتي غاده بحال هكا. وفي كل مره كنزيد ندبل، وحتى الرئيس اللي كان بحال الوالد ديالي كنحط عليه الراس ملي كنحس بلي انا ما فرحانش. كان داك الوقت شد لانتريت وانا مشدود في الحبس. سولت عليه في الولايه قالوا لي بلي راه شد لانتريت ومشى للسباليون عند ولادو. عامين من نهار خرجت من الحبس وليت مبهدل والحياتي مغوفله، وكان بان بحال شي بوهالي ومكروه من عند كل شيء. حتى واحد ما كان كيتعامل معايا، لا الدراري اللي كيبيعوا في الكروسات الليمون ولا البطاطا ولا المطيشه، لا مول الحانوت اللي كيبغي كريديني، حتى واحد الليله كنت يلاه بديت كنشرب في البيرات ديالي، وباقي ديك الساعه الدماغ متسمك. سمعت صوت دقان في الدار ونادر فاش كيجي عندي شي واحد. مشيت حليت الباب وتصدمت لقيتو الرئيس ديالي اللي كان عندي في الولايه. مرقد ديك اللحظه ما عرفت ما ندير، نخبي لحيتي ولا نخبي حوايجي المسخين ولا فمي اللي خانز بالبيره. جامي تمنيت ويشوفني بحال هكا وفي هاد الحاله. قرب من حدايا وعنقني وحاولت نبعدو، ولكن بقى معنقني بقوه. دخلت انا وياه لداخل، القراعي كلهم كانوا مشتين في الارض والدار كانت خانسه. بقيت كنشوف فيه وحاضر راسي، هذا هو الواقع ديالي. ديك اللحظه جلست وقال لي درت المستحيل باش ما تغرقش في الحبس، باش ملي تخرج تبدا حياه جديده. كون كاك صحابي غتولي بحال هكا، كون خليتهم يحكموا عليك باش ما بغاو. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه ماشي الخاطر يا سعاده الرئيس، انا في حرب كنجاهد فيها نفسي، دعي معايا وصافي. قال لي صدقني يا ولدي، راك الا بقيتي بحال هكا عمرك ما غتنتصر. داكشي علاش انا هنايا وجيت على قبلك. شي معارف عندي في اسبانيا، واحد منهم كنا في الكافي وقال لنا باللي كيعرف واحد شيباني عايش في واحد المنطقه غابويه في اسبانيا نيت. السيد كبير في لاجو ومحتاج حال شخصي يكون معاه تماك. ملي سمعت بحال هكا اول واحد فكرت فيه هو انت، والصراحه كاع ما ترددت وقلت لهم باللي كاين دري وانا كنثيق فيه بزاف. جوج حوايج خلوني نزرب بحال هكا. اول حاجه الخدمه اللي كنتي راه طالما كتحلم بها في الصغر ديالك، والحاجه الثانيه ديك المنطقه الغابويه فيها مناظر زوينه وغتخليك تبعد وتصفي الذهن ديالك. المهم كاين شويه العراقيل غادي نحاول نقادهم ونقاد ديك الوريقات ديالك ونشوف مع مسؤولين كبار هنايا باش تمشي معايا لاسبانيا. اش بان ليك؟ بقيت كنشوف فيه وقلت ليه الا كنتي كنشوفني مازال قادر ندير هاد الخدمه هادي، فرا القرار كرجع ليك يا سعاده الرئيس، طالما اعتبرتك بحال الوالد. بقى كيشوف فيا وقال لي عارفك ولدي قاد بها، وعارف بلي هادشي كامل كدوز منه ما ساهلش. داكشي علاش ان شاء الله غتكون صفحه جديده في حياتك. قلت لي ان شاء الله. داكشي اللي وقع. الحاج مسكين تكلف ليا بكل شيء، وما كاملاش تقريبا شهرين خرجات لي الفيزا. تحركت انا ويا لاسبانيا نيشان للدار ديالو، وبقيت معاه 5 ايام تماك. من بعد تحركت انا وياه نيشان لواحد المنطقه غابويه جات غير وسط الجبال والطبيعه والغابات. وصلنا تماك لقينا واحد راجل شيباني كان كيتسنانا في واحد البيكوب ديالو. عرفني لي الحاج باللي هو جون، وتوادعت انا وياه. مشيت تحركت انا وداك الشيباني جون
في البيكوب ديالو غاديين في الطريق وكندويو. قال لي سميتي جون والاصل ديالي من امريكان وبلي كنعيش بوحدي تماك. بقيت كندوي انا وياه عينيا ما حيدتهمش على الطبيعه اللي تما الغزلان اللي كانوا كيجريو وبزاف ديال الحيوانات. قال لي بحالك كنت مصدوم في البدايه من الطبيعه ومن الخلا، من بعد ولا هذا هو الملجأ الوحيد ديالي، لدرجه قررت انه في نهايه ديال حياتي نكمل وانا وسط الغابه. غادي تجيك غريبه صراحه نطلب حالي الشخصي وانا اصلا كنعيش غا وسط الغابه، يعني شكون غيقرب ليا من غير الدياب ولا الحيوانات المفترسه. ولكن اولدي انا كيف ما كتشوف كبرت وما بقيتش قادر ندافع على نفسي. داكشي علاش غادي نحتاج المساعده ديالك. بقيت كنشوف فيه وقتي ان شاء الله يكون خير. داكشي اللي وقع. وصلنا للمنطقه فين يعيش هو. كانت عباره على كوخ وكانوا عنده جوج ديال الكلاب كبار. في الاول صراحه جاتني صعيبه العيشه تماك، ولكن مع الوقت بديت كانت ادابطه. جون كان كيموت على الصيد وكانوا عنده بزاف ديال الاسلحه في الكوخ ديالو، من بينهم واحد السلاح ديال سنايبر. ديما كنمشيو للقمه ديال واحد الحافه وكيبقى مغط في الارض والقاره في فمو، وكنبقى نتسنى انايا مره فاش كيضرب شي قرطاسه وكيطيح شي غزاله. وهنا كتبدا المعاناه ديالي. خصني نهبط من الحافه ونضرب واحد المسافه ديال 3 كيلومتر ونجرى ديك الغزاله حتى الكوخ. الصراحه هادشي كان فيه تماره في الاول، العذاب، ولكن مع الوقت وليت كنحس بلي انا مرتاح، بلي كنتحرك كنشغل راسي، والطبيعه والجو تما كان زوين بزاف. ما كملاش 5 شهور وليت انا كنخرج نصيد معاه، وحيت السلاح ماشي جديد عليا دغيا وليت كنزطط راسي، وحيت كان الجو زوين تماك وكالم بديت كنرجع تما ديك الراحه النفسيه. حتى لواحد العشيه كنا راجعين من الصيد، كانوا واحد الربعه حاطين اللاطون ديالهم بجنب الغابه. دزنا من حداهم وبداو كيلوحوا في الهضره، وقام تسوقنا ليهم كاع. وقت ما كنبغي ندور كنغزني جون باش كمان تسوق لهم. ديك اللحظه واحد فيهم جبد السلاح ديالو، هو يتيري قدام في الارض حتى رجلينا. وقفنا ديك اللحظه وبقى كيشوف فيا جون، ومن الكماره ديالو كان واضح بلي خايف. قربوا من حدانا بزاف وكيغوتوا بالاسبانيه. ديك اللحظه قال لي شيباني هز يديك الفوق ولوح سلاحك. قلت ليه قول لهم بلي ما كيفهمش الاسبانيه. ديك اللحظه بدا كيغوت جون وقال لهم، هو يتعصب واحد من دوك الربعه، وهادشي اللي بغيت. تمشي قاصدني خونا في الله اللي يتعصب. قبل ما غادي يقاسني بصباعو ضرب ديك اللحظه بالزربه وتيريت فيه بديك الزويجه اللي كنت معلقه في صدري. ترسمت لي دائره في صدرو. طاح ديك اللحظه والثاني يلا بغي السلاح، فرقعت لي راسو. الثالث والرابع قلت لهم حركه بسيطه باش يعيشوا نفس المصير، لوحوا سلاحكم. ديك اللحظه بقاو كيشوفوا فيا، لاحوا السلاح ديالهم وقلت لهم نعطيكم فرصه انكم تهربوا، ولكن الا شديتكم غتموتوا. خوتنا في الله ماشي من العاكسين، مشاو ديك اللحظه كيجريو كيعلقوا. ديك اللحظه قال لي جون خليتيهم؟ قلت له لا، غير بغيت نرى شويه الروتين، وحتى الكلاب ديالنا راهم جاهم الملل. ديك اللحظه صفرت بالجهد. ما كاملاش 2 ديال الدقائق جاو الكلاب كيجريو، شموا السلاحات ديالهم وهما يتبعوهم، مشيت كنجري انا وراهم. ما كاملاش ربع ساعه تميت جاي وجار الجثث ديالهم. ديك اللحظه جون كان باقي واقف تماك بقى كيشوف فيهم مصدوم. قرب من حدايا وقال لي ما كنتش كنظن بلي شخصيتك دايره بحال هكا. صدقني ملي شفتك النهار الاول كنت كنقول وقال هذا انا اللي خاصني نحميه ماشي العكس. صدقني دابا كنحس بالامان معك. عنقتو تميت غادي انا وياه. من بعد حفرت حفره كبيره درت فيها دوك الجثث وجمعت الاغراض ديالهم كلها وشعلت فيهم العافيه. وبحكم انا ديجا كنت بوليسي كنعرف بزاف كيفاش نخفي الجريمه. المهم بقات غادا الحياه نورمال تماك في ديك الغابه. من بعد تقريبا عامين جون مرض بزاف، عيا وما بقاش كيقدر يتمشى. داكشي علاش دبرت ليه في واحد الكرسي متحرك من الفيلاج، وكنت كنحاول نخلق ليه متعه على داكشي اللي كان كيديرو.
والحاجه اللي كان كيستمتع بها بزاف جون هي القنص. وليت كنهز داك السنايبر وكنبقى مجبد تماك في ديك الحافه، وكنبقى نقلب على شي فريسه. وقت اللي كنضربها جون كيبدا يغوت بالفرحه. علاقتي بجون كانت زوينه بزاف، وحتى انا كنت كنعاملو بحال ولدو، ما كنتش كنخليه ناقص حتى شي حاجه. وفي الايام الاخيره اللي ولا مسكين ما بقاش قادر كاع يدوي ولا يتحرك، كنت انا كنقوم بيه وكنعطيه كاع داكشي اللي خاصو. في نهايه داك العام مات جون، واكتشفت من بعد انه خلى لي كاع الاملاك ديالو، حيت ما كان عنده حتى شي واحد في العائله ديالو. الوصيه اللي وصاني هي نتهلا في الكلاب. بقيت في الرادي في ديك الغابه، وخلى جون واحد فراغ كبير بزاف. كان بامكاني نحيد من تماك ونعيش حياتي نورمال في المدينه كيف ما كيعيشوها كاع الناس، ولكن بحالها لقيت ذاتي تماك، ولقيت ذاتي وانا بعيد على البشر. بقيت عايش على الصيد، ومره مره كنمشي للفيلاج كنتقدر الخضره وكاع داكشي اللي خاص. كنت كنموت على اللحم ديال الغزال، واللي خلى فيا البليه هادي هو جون. كان ديما كيصيد الغزال، وانا كان صعيب عليا بزاف باش نلقاه، حيت كيعيش في واحد المنطقه بعيده بزاف وفيها شجر كثيف. يعني كيخصك تكون سنايبر حقيقي محترف باش تقدر تصيدو من هاد المسافه هادي. وكان ديما كيخصني نطلع فوق الحافه ونبقى نقنص عليه، وفي كل مره كنت كنضرب شي قرطاسه ما كانش كتجي فيه. مع الوقت بديت كنتحكم في السلاح والثبات ديالو، وكنت ديك الساعه كنصيد مزيان اي غزاله كتبان ليا. وإلا حالفني الزهر وطيحت شي وحده فيهم، كخصني نضرب مسافه طويله بزاف باش نهزها فوق كتافي، ولا نجرب في الارض من تماك حتى الكوان اللي فيه الكوخ. وهادشي إلا حالفني الزهر وعاود تاني ما طاروش ليا بيه الدياب. واحد العشيه كنت مكواني تماك في الحافه وكنقنص من بعيد، حتى بانت لي واحد غزاله مقمحه ديال بصح، وبقيت كنراقب التحركات ديالها. لحظه اللي الهدف كان واضح ليا، يلا غادي نتيري فيها. هو يخرج ديك اللحظه وليد صغير وليده، بعد صبعي ديك اللحظه هو، وبقيت كنشوف فيه. كان باقي صغير، واضح بلي غتكون ولداتو غير هاد النهار هذا. ديك اللحظه وانا كنشوفها من المنظار ديال السلاح، قفزات الغزاله ومشات كتجري هربانه، وتباع ولد الصغير. ما فهمت والو صراحه شنو وقع بالضبط. بقيت كنشوف بالمنظار ديال السلاح ولقيت واحد الديب تابعهم، وكان قاصد الولد ديالها. الولد ديالها كان كيجري وما كانش كيعرف يجري مزيان، كيجري وكيطيح وكيعاود ينوض. ما عرفتش علاش ديك اللحظه بالضبط اعتبرته سيف الدري الصغير اللي كانوا قتلوا دوك المجرمين، وبحال ما عطاتنيش خاطر نخليه يموت على يد الديب هذا، واخا هذا هو قانون الغاب. بقيت ديك اللحظه مراقبهم بجوج، ولد الغزاله هربان وتابعوا الديب، وانا كنشوف فيه. اللحظه اللي قرب كان يتمكن منه، تيريت لي ديك اللحظه حدا رجليه، فران الديب. ديك اللحظه بقى كيشوف لي من اليسار هو يعلق، وبقيت مراقب ديك اللحظه ولد الغزاله حتى تجمع مع امه. ديك اللحظه عاد ابتسمت. ديك الغزاله بقات بيني وبينها استوار. في كل مره كنمشي نقنص كنشوفها وفي كل مره كنشوف ولدها كيكبر كنحس بواحد الفرحه كبيره، حيت كون ما تدخلش داك النهار كان غادي يموت. كنت بحال شي حماق في ديك الغابه، الا دويت كندوي مع نفسي اون فاس مع المرايه ولا مع الكلاب ديالي. ما كاين لا انترنيت لا تلفازه، وقتي كندوز وانا كنقرا جورنال ولا المجلات، وهادشي كامل كنت كنجيبهم من الفيراج اللي كان قريب لينا، ولا بعض الاحيان كنسمع الراديو. واحد العشيه كنت متكي حدا الكوخ وكنشوف تصاور في الجورنال، حتى جات عيني على واحد بنت زوينه بزاف. بقيت كنشوفها وكنقول تو وكاش عايشه معايا شي وحده بحال هادي هنايا، كراني فرغت شي 30 واحد ندير جيش ديال البراش مافيا. الدريه تكون باقا صغيره 24 عام ولا 25 عام وزوينه بزاف، با مغربي من الريف وامها هولنديه. الصراحه من الشوفه الاولى كان كيصحاب ليا الدريه موديل كدير عرض ازياء ولا كدا، حتى قريت العنوان: الجميله ليليا تتعرض مره اخرى لمحاوله القتل، وهذه المره على يد مجهولين. بقيت كنقرا باهتمام كبير، وعرفت بلي با خانس فلوس وعنده بنت وحده،
وعنده بزاف ديال الاعداء اللي كلهم مركزين في نقطه الضعف ديالو الوحيده، واللي هي بنته. ومن غير الاعداء كاينين بزاف ديال المتربصين اللي كيحاولوا يخطفوا ليه بنته باش يديروا ليه شونطاج. بقيت كنقرا على المحاوله ديال القتل اللي كانوا داوين عليها في ديك الصوره واللي وقعت لها مؤخرا. وكانوا كاتبين ليليا باللي مشات لواحد ليكول كتكمل فيها قرايتها، وبلي كانت راكبه في الطوموبيل ديالها وكانوا معاها جوج ديال الطوموبيلات اخرين فيهم الحراس اللي كيحميوها واللي كيرافقوها ديما. اختنا في الله كانت داس مده طويله ما بقى وقع عليها والو. داكشي علاش ولات كتخرج ديك اللحظه وما دايرش اتونسيون، وما كانتش عارفه باللي داك النهار في ليكول نيت كان واحد من اخطر القتله المأجورين كيتربص بها وكيراقبها على حساب كاميرات ديال المراقبه. هاد الشخص سميتو ماكس، وبلي البوليس مده طويله وما كيقلبوا عليه، وبلي عنده تقريبا اكثر من 200 حاله اغتيال ناجحه، وبلي جامي نفذ شي عمليه ورد فيها، وبلي ما كيخليش وراه الدليل. ليليا ما كان في راسها ما يتعاود بلي دخلت ليكول كيف العاده دخلوا مع الحراس اللي كيكونوا معاها باحات العاقه صحيحه باش تستافد هي من هادشي ويقدر يحميها واخا هي لداخل. ملي دخلوا الحراس وقف ماكس ديك اللحظه قدام باب ديال ليكول، طلب منه الحارس اللي كان واقف تماك البطاقه التعريفيه ديالو. بقى كيشوف فيه ماكس ديك اللحظه باش يقلب وجهه، ولكن داك الحارس كان معنتت معاه. داك الوقت ماكس جبد السلاح ديالو كان داير فيه سيلونسيو وتيرا فيه. داك الوقت هز عيني في الكاميرا وشافها مباشره، وعرف ديك اللحظه بلي المهمه صعبت بزاف عليه. داكشي علاش ما كانش ناوي يخرج من تماك قبل ما ينفذ داكشي اللي جا على قبله من غير ما يقشل ليليا. دخل لداخل وغير دارت الهضره على الحارس اللي مات قدام باب وهي ترون الدعوه في ليكول. كلشي كيتجارى والغوات والحراس اللي كانوا مرافقين ليليا عرفوا باللي هي اللي غادي تكون مقصوده في هادشي، وحاولوا ديك اللحظه انهم يحميوها. ولكن قرب من حداهم ماكس وبدا كيطيح فيهم واحد ورا واحد. هربات ليليا ديك اللحظه ملي حسات بالخطر وتبعها ماكس برغم الفوضى اللي كانت تماك والناس كيتجارى وكلشي كيغوت. برغم ذلك تم غادي قاصدها حتى قربت ليليا من الباب ديال الدخله ديال ليكول. خرجت من تماك وغير خرج ماكس تبعها، لقى راسو اون فاس مع البوليس وبزاف ديال الطوموبيلات ديالهم عاد ما كانوا كيتزادوا. بقى كيشوف ديك اللحظه في ليليا وهي غادا كتبعد وما مصدقش باللي اول مره في حياته غادي يفشل في شي عمليه. مجرم بحال ماكس كان عارف اش كيدير وقدر انه يهرب من تماك بسهوله، واخا البوليس طوقوا المنطقه كامله. بقيت كنقراو مصدوم صراحه، ترى فيلم امريكاني هذا. بقيت ديك اللحظه كنشوف التصويره ديالها، البنت كتبان بريئه وزوينه. شنو دربه مسكينه في هذا البلان كامل اللي واقع لها. والغريب في الامر هو با ما خلى ما دار باش يحميها. شاف مع شركات خاصه ومع ناس بوحدهم، وبرغم ذلك الخطر ديما كيكون قريب ليها كل مره خرجت من القصر ديالهم. بقيت كنقرا في داك المقال وقريت عاوتاني بلي البنت كتعاني من الاكتئاب وبلي بسبب هاد المشاكل اللي كتصادفها في حياتها حاولت شحال من مره انها تنتحر، حيت من صغرها وهي كتعيش بحال هكا. سديت ديك لهذا الجورنال وتنهدت ملي تفكرت سيف تقريبا كانت عندهم نفس الاستوار. بلا ما نشعر ديك اللحظه حتى لقيت راسي كنشرب، وعرفت ديك اللحظه بلي مازال ما تجاوزت داكشي اللي وقع في زمان. داز داك النهار والغد عاوتاني في العشيه كنت في نفس الكوان في الحافه كنحاول نقنص على شي غزال، حيت كنت كنلقى متعه كبيره بزاف وانا كنمشط الغابه تماك وكنقلب وكنفلي. ولكن عاوتاني شفت ديك الغزاله وكان معاها ولده، بقيت مراقبهم وكان مبتسم غير بوحدي. ولكن هاد المره عاوتاني قفزات الغزاله وهربات وتبعها ولده. هاد المره كان كيجري مزيان ماشي بحال المره اللي فاتت. بقيت ديك اللحظه متبعهم وكنشوف اللور شنو تابعهم، وتصدمت ملي لقيت ديك اللحظه 5 ديال الدياب تابعينهم وكان واضح باللي جهانين. ديك اللحظه الدياب تفرقوا لهم وسط الغابه حتى سنوكاهم في واحد القنته، وكان واضح ديك اللحظه بلي الدياب كيحاولوا يقربوا لها من ولده. الغزاله بقات كتشوف فيهم ديك اللحظه وكتحاول تدافع على ولده، ولكن الدياب كانوا
محمرين فيه ديال بصح. مبقيت كنشوف فيه من بعيد وقلبي كيضرب بالجهد. سهيت ديك العضو تفكرت سيف وهو كيدوي معايا. عمو انا ما كنخافش وانت معاك انت كنحس انا بامان. عمرك ما تخليني ياك، ما تخلي حتى واحد يقرب ليا. ديك اللحظه بقيت كندوي غير بوحدي. عمرني غادي نخليك، عمرني غادي نسمح فيك، ما خليت حتى شي واحد ياتيك. لحظه تلاح عليه واحد من الدياب، لصقت لي قرطاسه في راسو ومباشره ضربت الثاني والثالث وحتى الرابع. الخامس بقى غادي كيجري هربان، وقبل ما يدخل وسط الغابه طيحت دوده وانا متكي في بلاصتي كنهش. بقيت كنشوف ديك العضله في الغزاله وهي كتلحس في ولدها، وبقيت كنبتسم. نط تحركت من تماك وجمعت السلاح ديالي ورجعت للكوخ. غير وصلت تماك وقفت، هزيت التريكو وجبت السلاح ملي بانت لي طوموبيل واقفه قدام الكوخ. تميت غادي بشويه ديك اللحظه حتى لقيت الحاج الرئيس ديال الولايه السابق اللي كان عندنا في الولايه، كان جالس في كرسي. مشيت ديك اللحظه سلمت عليه، قال لي 5 القرطاسات اللي تسمعوا. يا الصيد غيكون موجود والعشاء غنكون برا هاد الليله هادي. بقيت كنبتسم ديك اللحظه. قربت من حداه عنقتو، لبست ليه راسو وجلست حداه وقلت لي غبره هادي عمي. قال لي غير مع الوقت ولدي، وانت عارف انا كنمشي للمغرب وكنجي ما كيبقاش لي الوقت، وراه عمك كبار ما بقاش كيف ما كان. ديك اللحظه بقى كيشوف فيا الحاج وقال لي حتى لين ولدي، حتى لين غتبقى عازل نفسك هنايا بوحدك، عايش بوحدك مخلوي؟ حتى لين ولدي، حتى لين ما ناويش تزوج تولد وليدات؟ بقيت كنشوف فيه وقلت لي عاوتاني سعادة الرئيس نفس الهضره. وصراحه كون ما كنتش كنعرفك دابا مزيان كون قلت صافي هاد المره هادي غتكون جايب لي شي عروسه. قال لي صدقني ولدي، بناتي كاع كبروا وتزوجوا وولدوا وليدات، كون كانت باقا عندي بنت للزواج ما غنلقاش احسن منك. قلت له سينو الحاج، الا ما كايناش العروسه شنو اللي خلاك تجي عندي هاد العشيه؟ انا عارفك توحشتيني وعز عليك وانت كتعتبرني بحال ولدك، ولكن انت راك عارف الحاج الاكسبيريونس اللي دوزتها في بوليس وليت كنقرا العينين ديال بنادم، وهاد المجي ديالك حاس بلي موراها شي حاجه. ابتسم الحاج وقال لي كيف ما عادتك ولدي، ذكي وناضي. داكشي علاش انا كنت ديما كنعتبرك انت هو المفضل عندي في الدراري كاملين. المهم انا جيت عندك ولدي على قبل واحد الغرض. البنت في عمرها 24 عام، الحدود الساعه تعرضات محاوله القتل والاختطاف اكثر من 10 ديال المرات. با ما خلى ما دار على وده، جاب اقوى الحراس شخصيين وشركات وكذا، وفي النهايه كيفشلوا انهم يقدموا لها الحمايه. مؤخرا انا ولدي القضيه صعبت شويه، حجبان في القصه قاتل محترف، وعلى حساب المعرفه ديالي يمكن هو خدام مع مافيا دوليه. البنت ولدي باعجوبه فلتات منها، ويمكن غير الحظ اللي لعب معها شويه وصافي. داكشي علاش انا جيت عندك ولدي، بغيتك تكون انت هو الحارس الشخصي ديالها. هاد البنت راه سميتها قلت لي ليليا. ديك اللحظه شاف فيا الحاج مصدوم، قال لي باش عرفتيها؟ قلت لي قريت واحد المقال في جورنال وتعمقت في التفاصيل ديالو، وكيدوي نيت على الحادثه اللي وقعت لها في ليكول. الصراحه الحاجه انا مده طويله وانا ترونكيل بعيد على الصداع والمشاكل، ما بقيتش كيف ما كنت الحاج. وانا كنظن من الاحسن يشوفوا لها شي مجموعه من الحراس الخاصين التابعين للدوله ديال اسبانيا. كنظن ديك اللحظه حتى واحد ما غادي يقدر يقرب لها. قال لي لا لا مستحيل ولدي، البنت ماشي با مسؤول كبير في الدوله ولا عنده سلطه، داكشي علاش ما غاديش يوافقوا. وبيني وبينك واخا يوافقوا ما كنظنش بلي الحراس غادي يقدروا انهم يقدموا لها شي حاجه ولا يحميوها. وانا ما كنظنش بلي انت فقدتي المهاره ديالك، وما تقولش لي دوك ال5 القرطاسات ضيعتيهم هكاك. انا عارفك صبتي الهدف ديالك. بقيت ديك اللحظه ساكت قلت له علاش هاد البنت هادي باغيين يصفيوها لها؟ قال لي بسبب منافسين ديال باها رجل اعمال مشهور ومليونير، 6
قابله بزاف ديال المغاربه اللي كانوا كيدخلوا الحشيش من الريف هولندا. المهم السيد كان مخربيق، ولكن مؤخرا ولا تاجر كبير، وبقات ديك العداوه بينه وبين صحابه والناس اللي قراب ليه والمنافسين. قال لي شنو بان لك؟ قلت لي صافي واخا موافق ولكن بشروط. قال لي مرحبا. قلت لي اي حاجه قلتي غتنفذ، سوا الباها سوا لا هي، يعني من الاخر البنت غادي تسمع كلامي وانا بوحدي وغادي تطبق اي حاجه قلتها لها. ديك اللحظه بقى كيشوف فيا الحاج وكيبتسم. قال لي تمالك حرشه صاحبي، نسى كيبغيو التعامل ديالهم زوين كدا، هادي كلام طيب، وانت باغي تحكم في البنت. نسى ولي التعامل ديالك مع المكاريب والمجرمين، وهادي راه بنت انثى وخصك تتعامل معها بطريقه زوينه. ديك اللحظه جبت الصوره ديالها ومدها ليا وقال لي باش تعرف شنو كنقصد هاك. خديت الصوره وبقيت كنشوف فيها، والصراحه بانت احسن بزاف من الصوره اللي كانت في الجورنال. الدريه راه ما يمكنش. بقيت حال فمي فيها. قال لي الحاج اجمع فمك الشريف وجد راسك، يلا غنتحركوا دابا. قلت له لا الحاج خليني عافاك ارتاح اليوم هذا النهار هذا وغدا ان شاء الله غادي نجي عندك حتى لباب الدار. قال لي صافي واخا ولي. مشى الحاج ديك اللحظه وبقيت جالس انا تما كنشوف ديك البنت في الصوره ديالها، والصراحه ما توقعتهاش غتكون زوينه بحال هكا. دازت هاد العشيه وهزيت السلاحات ديالي في البيكوب، واهم سلاح هو سنايبر، وقاديت كاع الامور ديالي. في الصباح هزيت الكلاب ديالي وتحركت من تماك. في الطريق عيطت للحاج قال لي انا راه كاين في القصر ديال السي علي وراه حنا كنتسناوك تماك. صيفط لي العنوان ديالو ديك اللحظه وتحركت نيشان ليه. وصلت تما وقفت الطوموبيل قدام باب ديال ديك القصر، وكانوا بزاف ديال الحراس واقفين تماك. غير شافوني وقفت بداو كيطلبوا مني نحيد الطوموبيل من هنا ومن بعادة. كانوا كيتخزوا عليا، كانوا غادي يتلاحوا عليهم الكلاب ديك اللحظه بالنباح. واحد فيهم هز علي السلاح وقال لي حيد من هنايا. قبل ما غادي نجاوبوا هو يتحل الباب. خرج الحاج وقال لهم خليو السيد يدخل. ديك اللحظه ديماري الطوموبيل ودخلت للداخل وسط القصر. نزلت ديك اللحظه جا عندي الحاج وقال لي الكلاب كون غير خليتيهم تماك اصاحبي. قلت له لا، هادوك بحال ولادي ما عمرني غنسمح فيهم، وإلا كان عندهم شي مشكل مع الكلاب غترجع منين جيت. بقى كيشوف فيا الحاج ديك اللحظه وقال لي زيد يلا تحرك. تميت غادي انا ويا لداخل، وكانوا بزاف ديال الحراس واقفين تماك في داك القصر. كثر تقريبا 200 واحد دايرين بالصوت ديال القصر، والقصر كان كبير بزاف. دخلت لداخل جلست انا والحاج وبقيت كندور عينيا في الجماليه ديال القصر اللي كان تماك. تريات كدايرين والفراش كداير. ما كاملاش 2 ديال الدقائق ويتم جاي داك الراجل الريفي قرب من حدايا سلم عليا قال لي مرحبا مرحبا. جلسنا تماك وبقى كيشوف فيا داك الريفي السي علي. قال لي راني دويت مع الحاج ووصيتو على شي حارس شخصي تكون عنده كفاءة كبيرة باش يقدر يحمي لي البنت ديالي وما يخليهاش تعرض للخطر. وراه الحاج كيتيق فيك بزاف مادام بروبوزاك عليا، وكثر من هادشي قال لي داك الدري راه على ضمانتي. بقيت كنشوف السي علي وقلت الحاج راه بحال الوالد، غير هو بالنسبه للحراس اللي عندك في القصر راه الطريقه باش واقفين ما هياش السي علي. وهادشي كيوضح انك كتحاول تعوض الكفاءه ديالهم بالكثره ديالهم. قال لي ولكن هادو راه من واحد الشركه عالميه. قلت له متفق معك، غير هو انا راه نقدر نختارق هاد الحراس هادو في 10 ديال الدقائق ونوصل عندك حتى البيت ديالك فين كتناس. المهم انا كنصحك تبدلهم. الريفي كاع ما عجبو كلامي كاع، وبقى كيشوف في الحاج وبحال كيقول مع راسو دا مالو تيق في راسو فيه العياقه. ديك اللحظه قال لي الحاج اسمع السي علي، منصف راه كيحاول يبين لك نقاط الضعف اللي عندك في الحراسه، وراه هادشي كامل غير باش ما يكونش خطر عليك وحتى على بنتك ليليا. قلت له المهم السي علي انا اللي كيهمني في هادشي كامل هو بنتك ليليا، ما كيهمنيش صالح القصار والجناب ديالو. قول لي شحال من واحد كيراقبها دابا
من الحراس اللي انت مكلفهم بالحمايه ديالها. قال لي تقريبا شي 20 واحد. قلت له لا بزاف، انا غادي نحتاج يكونوا معايا جوج، واحد يسوق الطوموبيل والثاني الا احتاج يشوف شي بلان. قال لي ولكن ولدي راه العدد قليل بزاف وانا كنخاف على بنتي. قلت له العدد الكبير السي عالي بلا فايده، راه ما عنده باش يفيد. البنت كانت في ليكول وكانوا مع الحراس، البرام ديالك ماتوا كاملين. وزيدوني الا ما كانش عاجبك الحال، انا راه ديجا طلبت من الحاج انه من بين الشروط ديالي انه اي حاجه قلتها غتنفذ. ديك اللحظه بقى كيشوف فيا السي عالي، ناض وقف وقال الحاج عافاك دقيقه. مشاو بعدهم حتى وبقاو كيدويو. قال لي الحاج واش انت متاكد من هذا حالي الشخصي؟ راه من غير الشكل ديالو كيبان مغول، فيه الهضره بزاف وتايق في راسو بزاف، وانا راه كعارف الحاج ما يمكنش نغامر ببنتي. قال لي السي عالي ثق فيا، مادام جبت لك منصف انا عارف شنو كيدير وعارفو علاش قاد. الحراس كاملين اللي جبتيهم راه كيديروا خدمتهم نورمال، اما منصف راه وحش، ودوك الناس ما غادي يوقفهم غير وحش بحالهم. واكثر من هادشي منصف ذكي بزاف وكيقرا الفيلم، وسولني انا والجرائم الكثير اللي كنا كنعيشوها في كاسا ملي كنا في البوليس، كان ديما كتوفق. ثق بيا السي عالي. ديك اللحظه جاو جلسوا حدايا. قال لي الحاج منصف السي عالي راه من حقه يخاف على بنته. ديك اللحظه قرر من حدايا السي عالي، شدني من كتافي وقال لي كيعجبني نكون صريح في كلامي، راك عارف بنتي هي الوحيده اللي عندي، ولا ما كنتيش قد المسؤوليه، وإلا وقعت لها شي حاجه بسبب القرارات ديالك عرفني بلي ما غنزاكلش معك، وخا نعرف نخسر الثروه ديالي كامله باش ننتقم منك. بقيت كنشوف فيه وقلت لي كون هاني. بصراحه اعتبرت كلامه في الاول تهديد، ولكن صراحه تقبلته. نورمال اي اب بغى يخاف على بنته. قلت السي عالي انا موافق، وخاصك تعرف واحد الحاجه، مادام انا وافقت باش نكون حارس شخصي ديال بنتك، فراه اكيد الا وقعت لها شي حاجه غادي نكون انا ديجا ميت وقبل منها، حيت ما غادي نخلي حتى شي واحد يقرب ليها. ديك اللحظه بقى كيشوف فيا السي عالي وابتسم، حيت حس بكلامي بلي انا صادق. ديك اللحظه مد يديه ويسلم عليا، سلمت عليه ويعيط على بنته. اللحظه اللي تمت نازله في الدروش، غير شفتها خدماتني من الداخل. تلفت صراحه، جات قربات من حدانا وكتبتسم. قال لي ابا هذا منصف الحارس الشخصي ديالك، وراك خصك تسمع الكلام ديالو وتنفذيه. البنت بقات كتشوف با ووافقات، بحال ما كانش عندها شخصيه، كانت مصمكه كتبان مهزوزه من الداخل. ونورمال من بعد هادشي كامل كتعيشو مسكينه. صعيب تعرف بلي وحدين ناويين يقتلوك، وبلي كل ما عتبتي باب دارك الخطر غادي يكون كيدور بيك، عزرين من هنايا وحدين اخرين من هنايا. البنت كتبان بحال فاقده كل شيء واخا عندها كل شيء. بقيت كنشوفها وما حيدتش عيني عليها. البنت كتبان بحال فاقده الشغف في الحياه. ديك اللحظه قال لي با تقدري تمشي بحال شي روبو، تعالي سيري. مشات ديك اللحظه لي اليو، وبقيت جالس انا والحاج والسي عالي. من بعد مشى الحاج وقال لي السي عالي القصر كله تحت الخدمه ديالك، وتصرف بكل حريه، واعتبر راسك بديتي الخدمه من دابا. شي صافي واخا ان شاء الله. مشيت ديك اللحظه خرجت حيت الكلاب من الطوموبيل وديتهم لواحد الجرده كانت تما في داك القصر، حطيتهم تماك عطيتهم ياكلوا وبقيت كنلعب معاهم. داك الوقت حسيت بلي شي واحد مراقبني من الفوق. هزيت عيني وكانت ليليا كتطلع عليا من الفوق، غير شفتها وهي تدخل. استغليت الفرصه ديك اللحظه باش نتعرف عليها مزيان، ومشيت طلعت عند نيشا الغرفه ديالها. دقيت قالت لي ادخل. دخلت عندها وكانت جالسه. قلت لها سميتي منصف، وكيف ما قال باباك انا هو الحارس الشخصي ديالك، وصراحه غادي نحاول انا نحميك من الخطر. ديك اللحظه بقات كتشوف فيه وقالت لي واش ما تخلي حتى شي واحد يقرب ليا؟
توعدني بلي ما غاديش تخليهم يقتلوني. بقيت كنشوف في هذيك اللحظه ولا غنقول لها كنوعدك. تفكرت وعد ديالي كنت عطيته السيف وهو كيطلب مني نفس البلان. قلت له المهم انا لتحت، اي حاجه وقعات قولي لي. خرجت من تماك والدموع كنزلوا وندمت علاش ديت هاد الخدمه هادي، ولا يمكن ما قعدتش بها. في الليل بقيت كندور في جناب ديال القصر باش نتاكد من الحمايه ديالو. كاع الحراس اللي كانوا تماك عاود وقفتهم مزيان. مع ديك 12 ديال الليل بقيت متكي في واحد الكنابي، والحاجه اللي ضراتني في خاطري هي ليليا. ما كانش كتحس بالامان حتى وهي وسط القصر، وحتى وانا كاين. كنت مغاده نازله وكتشوف في جنابه وخايفه وكانت مرعوبه. مع ديك الجوج ديال الليل طلعت للسطح قبل ما نعس باش نتاكد من الحمايه ديال القصر. بقيت كندور تماك وكنشوف حراس كل واحد واش شاد الخدمه ديالو، واش الحراس دايرين خدمتهم. داك الوقت بالي واحد الحارس كان في اللور ديال القصر، كان متكي على الحيط وحاضر وراسو محضور في الارض. عرفت ديك اللحظه غادي يكون ناعس. قلت ليه ايه واخونا، والو مسمعنيش. نزلت من الدروس اللي كانوا تماك في اللور ديال القصر واللي كطلعوا للسطح نيشان. قررت محدا وقلت ليه خويا حاولت نفيقو بيدي ديك اللحظه. هو يطيح على وقفته، واكتشفت ديك اللحظه باللي خونا كان مقتول، وهذا اللي قتلوه. بالعاني وقفوا بحال هكا باش حتى واحد ما ينتبه باللي هو دابا كاين في القصر. يعني هذا قاتل محترف، ويعني 100% غيكون هنايا. ترفعت ديك اللحظه، ما كانش كيصحابني الخدمه غتبدا من الديبار. واول حاجه فكرت فيها هي الغرفه ديال ليليا. مشيت كنجري ديك اللحظه بسرعه كبيره. طلعت في الدروج، كان ماكس لداخل وكان واضح بلي ناوي يعوض الفشل ديالو ديال اخر مره في ديك ليكول، وكان ناوي يصفيها ليليا وسط القصر ديالها. دخل الغرفه ديالها وكان هاز سلاح، وملي شافها ناسا قرر ديك اللحظه انه يبدل الخطه باش حتى واحد ما ينتبه ليه. هز مخده كانت حداها وقرب من حداها، هو يحط عليها في راسها. ليليا حلات عينيها لقات مخده خانقاها. حاولت انها تغوت تبعدو، ولكن كان قوى منها، كان متمكن منها. عيات متقاوم مسكينه، في الاخير استسلمات. وفي الوقت اللي كانت الانفاس ديالها كتقل والروح ديالها كتخرج، دخلت انا مع الباب ديال الغرفه ديالها. ماكس كاع ما انتبه ليا في الاول، كاع كان مركز مع ليليا. والله اللي حس بيها ماز راسو فيا. مباشره خشيت لي كروشي، حيت هز ديك اللحظه وهي تضرب مع الماريو. حيت المخده ديك اللحظه من الوجه ديال ليليا، وكانوا عينيها مقلوبين. صرفقتها باش تفيق، ولكن كانت والو، سخفانه. ديك اللحظه قرب من حدايا ماكس ويهزني من رجليه، وتم غادي كيجري وضربني مع الباب. الحراس اللي مكلفين بالحراسه ديال السور ديال القصر حتى واحد ما رد البال. وبات ليليا عاده كيكون سهران مع بنات الليل، كيكون طارق المزيكا بالجاد باش بنتهم ما تسمعوش. يعني حتى واحد ما كان كيسمع شنو واقع في ديك الغرفه ديال ليليا الا انا وليليا. خونا في الله كان ناوي يقتلني. جبت السلاح ديالو شديته لي بيديه وضربته دماغ. طاح لي السلاح من يدي ديك اللحظه وجبت السلاح ديالي. بقيت كنشوف فيه وهو كيشوف فيا. كان بامكاني نقتلو، ولكن ما بغيتش يكون الموت ديالو ساهل. داكشي علاش لحت السلاح ديالي. ناض من الارض ديك اللحظه وتم جاي قاصدني. انا عارفه بلي هو ماكس، ولكن هو ما كانش عارفني شكون هو انايا. داكشي علاش كان خاصني نعطيه احسن تعريف. قرب من حدايا خونا في الله، بقيت كندخل ليه في كروشيات هكا حدا في راسو حتى قرب ليا بزاف. شنق فيا ديك اللحظه وطلع معايا بركوبته وضربني الحجري نيشان. طلعت في الارض على ركابيه كنتوجع. هز رجلي ويضربني للوجه نيشان. طاحت على ظهري. ديك اللحظه ماكس بقى كيقلب على السلاح. اللحظه اللي لقاه دار ما لقانيش بلاصتي، واللحظه اللي دار جيت ليليا حتى هي ما لقاهاش. كانت ديك اللحظه هبطات مسكينه تحت الناموسيه مخزونه، واللحظه مشى كيقلب عليها خرجت لي انايا. ما شافني ما بغى يضربني بالسلاح.
شديتو لي بيدي ديك اللحظه، خرجت القرطاسه الاولى ضربات في السقف، وقبل ما يعاود يتيري ضربته دماغ ديك اللحظه. رجع باللور وانا نجمعو بشمال، طاح في الارض تحديت عنده 4 ديال الكروشيات مشابهين. ليليا كانت قريبه ليا كتشوف فيه وانا كندخل ليه، والدم كيطير لي من وجهه وكيسطق فيها هي. ديك اللحظه جريتو من رجليه، ديك اللحظه شديتو من شعرو وانا خشي لي وجهه في الزاجه ترسات فوق منه. خونا بحال كان مهاكي الحياه، برغم هاد العصا كامله اللي خداها كان باقي كيقاوم. ديك اللحظه هز الطرف من الزاج وبدا كيحاول يضربني به. كنت كنقرا في عيني باللي خايف، وعرفت وصل للمرحله ديال ما قادرش يكمل فيها، وبلي كيفكر يهرب من هاد المصيبه اللي هو فيها. وداكشي اللي وقع. الوقت اللي كنت كنحاول نتمكن منه غفلني بديك الزاجه وضربني ليديا، ومشى كيجري ديك اللحظه مباشره نقز من البالكو ديال البيت، ومشى كيجري في الاتجاه ديال الدروج حيت كانوا اونفاس معاها الحراس كانوا جايين تابعينه. نقص ديك اللحظه حتى انا تبعتو نيشان. ماكس طلع السطح بصعوبه وكان غادي كيجري هو سخفان. وصلت عنده ديك اللحظه هو والقصر كامل كان داير بالحراس. ديك اللحظه عرف بلي ما بقى عنده فين يهرب، هو يوقف دار شاف جيتي. ديك اللحظه هو يقول لي الى اديتيني غتكون فتحتي عليك باب نار جهنم، عمر ما غادي يزقلوك. قبل ما غادي يزيد كلمه اخرى خشيت ليه كروشي الفم نيشان، طاح في الارض. ديك اللحظه كيتحرك بصعوبه، قربت من حداش نقط فيه بيد وحده وبقيت كندخل ليه حتى ولا كله دمايات. ديك اللحظه قال لي بصعوبه هاي لا قتلتيني غتكون قلبتي عليها، ما غاديش يزقلوك. قبل ما يزيد كلمه اخرى عاوتاني خشيت ليه كروشي وقراطيته بالقوه، وقررت ديك اللحظه يموت مخنوق كيف ما كان كيحاول يقتل ليليا. بقيت مقراطيه بقوه ديك اللحظه حتى مات. من بعد جريته وتميت غادي بيه في داك السطح. في هذا الوقت القصر كان مبلبل ديال بصح. ليليا كانت كتبكي وكان حداها باها وكان معصب ديال بصح. كيفاش القاتل قدر انه يدخل القصر برغم الوجود ديال الحراس كاملين؟ كيفاش قدر يوصل حتى للبيت ديال ليليا والحراس كلهم ما شافوش؟ وكيفاش الحاج جاب لي حارس شخصي من اول محاوله فشل فيها؟ السي علي كان كيستنى غير يشوفني باش يصبطني على هادشي اللي وقع. اللحظه اللي قربت الجثه من جهه الباركو فين كاين البيت ديال ليليا، لحت الجثه مباشره فيه. مشيت ديك اللحظه للغرفه ديالها ولقيت كلشي مجوق تماك ومصدوم. دخلت للداخل وبقيت كنشوف ليليا اللي كانت خايفه بزاف ومرعوبه. قلت لها هادي الجثه ديال خونا في الله اللي كان ناوي يقتلك، وبغيتك تفهمي حاجه وحده، بلي طول ما انا كاين حتى حاجه ما توقع عليك. وبالنسبه لهادشي اللي وقع اليوم كنوعدك بلي ما عمره مازال غيتكرر. ليليا كانت كتشوف فيا وحسيت من الشوفه ديالها باللي شايقه فيا نورمال، حتى هي كانت اقرب واحد شافني. كانت قاتل مع داك المجرم في البيت ديالها، وهي عارفه مزيان شكون هو ماكس اللي قتل بزاف ديال الحراس في ليكول. جاو البوليس ديك اللحظه وداو الجثه ديال ماكس وبقاو كيحقوا معانا كاملين. من بعد مشاو، وقفت ديك اللحظه الحراس مزيان ومشات ليليا للبيت ديالها، وطلبت منها ديك اللحظه تسد البالكون وما تحلوش نهائيا. ومشيت انا لواحد البيت اونفاس مع البيت ديالها، خليت الباب ديالو محلول وبقيت متكي لداخل. داز ديك الليله في الصباح حليت عيني على صوت ليليا كتغني، وكان الباب ديال البيت ديالي محلول اونفاس مع البيت ديالها. وكانت هي لابسه واحد اللبسه زوينه وكانت كتبان فرحانه ماشي كيف ما شفتها اول مره. اللحظه اللي تمت خارجه شافتني وقفات وبقات كتبتسم. من بعد مشات نزلات، كان باكا فطرت تحت شافها فرحانه وعلى عكس كيف ما مولفه. قالها فين غادا بنتي؟ قالت لي غادي نمشي ليكول. قال لها ولكن بنتي يا وقع لك مشكل تماك وكذا، المهم الا مشيتي عافاك بنتي دي معك حراسه كبيره اكثر من ديك المره. قالت لي ما محتاجاهاش بابا، محتاجه غير منصف وصافي.
لبست حوايجي ديك العاده بالزربه ونزلت، ولقيتها باقا كدوي مع باها. شافتني ليليا وقربات من حدايا، وبقات كدوي مع ديك الدارجه المعكله ديالها. قالت لي بغيت نمشي ليكول، واش انت واجد؟ قلت لها براسي تحركت انا وياه والشيفور ودري اخر كان جالس حدا القدام. طرح كله وانا كنشوف في ليليا كيفاش كانت كتصرف وكيفاش كانت فرحانه. وصلنا ليكول، نزلت معها ودخلنا لداخل، وبقيت جالس معها في القسم والناس كيقراو وانا مضماق تماك. من بعد ساعتين خرجنا من القسم تمينا غاديين في الكولوار، وليليا شاده فيا. ما عرفتش علاش كل ما قربات لي اكثر البنت هادي كنحس بمشاعر كبيره اسبق لي حسيتها من قبل. يا ما تلافاك. طلعنا للطوموبيل وقال لنا الشيفور فين غادي نمشيو. نقزات ديك الهضره ليليا وقالت ليه سير ديني جهه البحر عافاك. مده طويله ما استمتعت به. بقى كيشوف فيا الشيفور. ديك الهضره شافت فيا ليليا وقالت لي عافاك. بقيت كنشوف فيها وهي كترجاني وقلت لي سير. وفعلا تحركنا للبحر. نزلت ليليا بحال شي دريه صغيره اول مره غتشوف البحر، بقات كتشطاح وكتلعب لدرجه دخلت لداخل وسط الماء كتلعب بيه وفرحانه كتجري وانا كنشوف فيها. كنحاول نعتبرها اختي، نعتبرها انسانه عاديه عندي مع با افير، ولكن صراحه ما قدرتش نذكر الاعجاب ديالي بها. الاعجاب ديالي بها كان كيزيد في كل مره كنشوفها وكل مره كنت قريب لها. دريه ما يمكنش. بقينا شادين السون تماكو حتى لقيت راسي كنضحك معاها وكنلعب معاها، ونسيت بلي ممكن اي واحد يجي دابا ويبغي يقتلها. من بعد رجعنا للقصر وبقات حياتي بحال هكا. الدبانه كان حداها واش دخلت القصر ولا لا، حاضي كل شيء. الغرفه اللي كنت فيها انا كانت اونفاس مع الغرفه ديالها، دونك كنشوف 24 ساعه على 24، وكل ما داز الوقت كنزيد نتغرم بها. واللي جاب لي تمام واحد الليله كانت كتصب الشتا مجهده بزاف، ضربات واحد الرعده ما يمكنش، زعزعات لي القصر. ديك اللحظه تحل الباب وانا باقي مخشي في بلاصتي، حتى كنتفاجئ بها خرجت من الغرفه ديالها وطلعت فوق مني وهي خايفه ومرعوبه وكتبكي. تخشات ديك اللحظه في وسط حضني وخايفه. بقيت معلقه وكنقول لها ما تخافيش، حتى غمضات عينيها ومشات. ما لقيتش كيفاش غادي نفيق، وصراحه ما كنتش باغي نفيق. ديك الليله كاع ما غمضت عينيا كاع، بقيت ساهي وكنشوف فيها حتى صباح الصباح. حلات عينيها ديك اللحظه وشافتني قريب منها بزاف وهي حشمانه. مشات كتجري للغرفه ديالها. داك الوقت بقيت كنقول مع راسي ويلي يا مصيب، جمع راسك جمع راسك، انت راك خدام في هاد القصر هذا، عمرك ما تنسى هادشي. مشيت كلا بدلت حوايجي، فطرت وديتها عاوتاني ليكول. بقيت جالس انا وياه في القسم، كاع صحاباتها والدراري اللي كيعرفوها كيضحكوا معايا ولا كلشي كيعرفني تماك. الاعجاب ديالي بليليا كان غادي وكيتطور، وكل مره شفتها كدوي مع شي واحد ولا كتضحك مع شي واحد كنحس بالغيره. وفي كل مره شافت شي واحد غير بارازار كنبغي كنحقد ديال بصح من الداخل. بقيت ديما بحال هكا، كندير ليكول، كنخرجها، كنمشي انا وياها، وكندوزو تقريبا النهار كله وانا وياها. ما كملاش تقريبا شهرين ليليا ولات وحده اخرى كتضحك كتلعب، ورجع لها داك الشغف اللي كان عندها في الماضي. كانت بحال شي شمعه وشعلات، وما كنتش مستعد نشوفها طفات شي نهار، ما كنتش باغا تطفى. واحد العشيه جات عندي الغرفه ديالي وطلباتني باش تمشي للحفله ديال الخطوبه ديال واحد بنت صاحبتها، وبلي داك الحفله غيكونوا مدعوين فيه البنات والولاد اللي كيقراو معاها في ليكول. ليليا كانت متحمسه بزاف صراحه ما بغيتش نقول لها لا، قلت لها صافي واخا. ومشيت انا وياها في الراس في الطوموبيل. وصلنا تماك مع الباب شدات فيها ليليا وقالت لي ماشي مشكل نقول لهم بلي انت خطيبي. بقيت كنشوف فيها وقلت لها وعلاش؟ وديك الساعه قلبي كان كيضرب بالجهد. قالت لي صحاباتي فيهم الهضره بزاف، امتى غتزوجي، واش ما كتبغي حتى شي واحد،
وخا ما عارف المشكل اللي عندي، برغم ذلك يبغوا يقولوا بحال هكا باش يجرحوني، وبغيت نسد لهم فامهم وصافي. داكشي علاش بغيتك تمثل باللي انت خطيبي. قلت صافي واخا. مشيت انا وياه، في كل مره عرفاتني على شي واحد وقالت باللي هذا خطيبي وقربات مني. كنحسبوا هالساعه هذا ما يمكنش. من بعد جلسنا فوق الطابله، كانت اجواء زوينه وكلشي فرحان، كلشي كان مركز في الحفل الا انا. كنت كنسكاني كاع الوجوه اللي كانوا تماك، واي واحد شكيت فيه كندير يديا فوق السلاح. من بعد تقريبا ساعه بدات الموسيقى الخاصه بالرقص. ناضوا كاع لي كوب اللي تماك كيشطحوا مع بعضياتهم موسيقى سلو. داك الوقت جا واحد الدري قاصد ليليا، مد يديه وقال لها واش تشطحي معايا. قبل ما نستنى تجاوبو قلت له لا لا. بقى كيشوف فيهم شاف حالاتو. ديك اللحظه قربات من حدايا ليليا وقالت لي تشطح معايا. بقيت كنشوفها وقلت لها براسي واخا. مشيت ديك اللحظه وقفت انا وياه وبقينا كنشطحو وحنا ملاصقين مع بعضياتنا. كنا قراب من بعضياتنا بزاف، لدرجه كنت كنحس بالانفاس ديالها قراب مني بزاف. كنت عارف بلي ليليا باغا تعرف عليا بزاف ديال الحوايج، ولكن انا ما بغيتش نكون خاين الثقه ديال باها. ما بغيتش صراحه نخلي هاد العلاقه تزيد تطور، وما بغيتش نخلي شي حاجه اخرى تخرجني من التركيز اللي انا فيه. دازت ديك الليله وعشت الدور ديال اننا مخطوبين. وصلنا للقصر ودخلت الغرفه ديالها، وبقيت انا فايق كنحاول نستوعب شنو وقع بالضبط. ولا وصلنا قدام باب ديال القصر وحنا في الطوموبيل، وتمنيت ديك اللحظه ما يكونوش شافوني الحراس ويوصلوها لباه. من بعد 2 سيمانات كنت مطمئن بلي الحدود ساعه حتى واحد ما تجرأ يأذيها. دونك خوتنا في الله غادي يكونوا نيسو، خصوصا ملي عرفوا بلي قتلت ماكس وبلي ليليا وراه حال الشخصي خطير بزاف. كلشي كان في القصر مطمئن على ليليا وعلى راسهم باه اللي اخيرا ولا كيعيش حياته نورمال. واحد الصباح جات عندي ليليا وقالت لي بلي بغيت نمشي لبلاصه، شي بلاصه بعيده نبدل فيها الجو، بلاصه تكون بعيده على المدينه. بغيت نكون غير انا وياك بوحدنا. بقيت كنشوفها وكاع ما قدرت نقول لها لا كاع، حتى انا كنت باغي نكون معاها. خرجت انا ويا من القصر وديتني شال المنطقه فين كنت عايش، في ديك المنطقه الغابويه. بقيت كندور تماك وكنوريها الكوخ، وديتني شال البلاصه فين كاينه الحافه، بلاصه فين كيبان منظر زوين بزاف، الكوان فين كنت كنقنص منه على الغزلان. وقفات تماك ديك اللحظه ليليا وكانت فرحانه بزاف، وبدات كتغوت، والصدى ديال صوتها كان كيتردد. شويه بدات كتبكي بالجهد. قرات محدا وغير قصه في يديها عنقاتني وبقات كتبكي. قلت لها مالك؟ قالت لي من صغري وانا خايفه، ما ديريش ما تفعليش عندك. وحتى ملي كبرت الخطوات ديالي كانوا محسوبين، حتى واحد ما كان كيقرب ليا خوفا على نفسه. مرات كثيره فكرت في الموت، على انها هي الحل الانسب لحياتي والوضعيه اللي انا كنعيشها. ودابا انا ما مصدقاش بلي اخيرا كنعيش حياتي بشكل طبيعي، بلي كنشوف السماء كنتمشى وكنمشي فين ما بغيت، والفضل كامل كيرجع لي كمنصف، كامل كيرجع ليك انت. عنقتها بقوه ديك اللحظه، وبقات حاطه راسها عليا وقالت لي عاود لي قصك. انا عرفت بلي انت كنتي بوليسي وبلي جراو عليك وطردوك من البوليس. شنو السبب؟ بقيت ساكت ديك اللحظه شويه بديت كنعاود لها، عاودت لها كلشي بالتفاصيل حتى وصلت للكوان اللي حنا فيه دابا، وداك الحافه والعزله اللي عاشها في هذه المنطقه الغابويه. حتى جا عندي الحاج كيطلب مني نكون حارس شخصي. بقات ديك اللحظه كتشوف فيا ليليا والشوفه ديالها كانت في شكال. قلت لها مالك؟ علاش كتشوفي فيا بحال هكا؟ ديك اللحظه قالت لي كنبغيك. كنت شاكه في الاول في هاد المشاعر هادو، ولكن دابا انا متاكده من هادشي، متاكده بلي كنبغيك ديال بصح. بقيت كنشوف فيها ديك اللحظه ومشوكي وما عارف ما نقول. يلا غادي نقول لها حتى انا. داك الوقت سمع الصوت ديال الكواد في الغابه. قلت لها بلاتي
ما كان صالحة صوت واحد، كانوا 3 ديال الاصوات ديال الكواد، وكان الصوت غادي وكيقرب لينا حتى جاو قربوا من الحافه. 3 ديال الكواد وقفوا اونفاس معانا. تمتم حطيت يدي على السلاح هنايا. بصراحه ما كنتش باغي نتسرع. في الاول كان كيصحاب لي بلي تابع لشي عصابه ولا من المافيا، ولكن اتضح بلي هما غير دراري جاو يمكن يتصوروا في هذا الكوان هذا. ولكن حطيت احتمال اخر بلي ممكن يكونوا سمعوا الصوت ديال ليليا وهي كتغوت، وقالوا مع نفسهم بلي كاينين بنات هنايا. شكون عرف؟ كيحسن نحط مع بالي كاع الاحتمالات. لحظه اللي بانوا لي خوتنا فلان نزلوا، كانوا هما بهم شي 7 بهم، دراري تقريبا يكونوا في 24 عام 25 20، غير هو كانوا كيبانوا كيتخزوا داصرين. تميت غادي انا وليليا ديك اللحظه وهي شاده فيا وكترعد. داك الوقت بقاو كيحنزوا فينا وبداو كيدويو. شنو كنتو كديروا هنايا؟ غير كملوا داكشي اللي كنتو كديروه، حنا غادي نبقاو غير كنتفرجوا. ليليا ديك اللحظه تخلعات وجات من جهتي اليمين، شدات فيه وكترعد وخايفه. ديك اللحظه وقفتها وقلت لها قلت لك ما تخافيش، وبلي طول ما نحتاك حتى واحد ما غادي يقدر يأذيك. تميت غادي انا وياها حتى كنتفاجئ بهم. ديك اللحظه جاو حبسوا عليا الطريق، واحد من اليمين واحد من القدام واحد من اليسار، وكانوا كيتبسلوا على ليليا وكيحنزوا فيها. ديك اللحظه قرب من حدايا واحد فيهم وقال لي ساليتي منا الدور علينا دابا، ما تخافش غنتهلاو فيها، خلي البنت وسير في حالاتك، والا غادي يكون عندنا راي اخر وتعامل اخر. تميت غادي متجاوز من ديك اللحظه وقام سوقت لهم، ويوقفني خونا في الله نيت مكشافي. قبل ما غادي نزيد كلمه اخرى درت مباشره خشيت ليه كروشي للوجه نيشان، طاح في الارض. ديك اللحظه كيغوت داروا بينا خوتنا في الله، وبديت كنخمش فيهم واحد ورا واحد، واللي هز الدقه كيبقى يتوجه في الارض بحال شي مرة. ديك اللحظه وانا جبت السلاح ديالي، كانوا ب5 بهم مجبدين في الارض كيتوجعوا ب5 بهم. حطيت لهم قرطاسه في رجليهم، تذكرهم بعمرهم يتبسلوا على شي واحد ولا يوقفوا على شي واحد. بقاو كيتركلوا تماك وكيغوتوا، وفرقعت لهم البنوات ديال الكواد. وقبل ما نتحرك قلت لهم هاد المنطقه اللي نتوما فيها هي منطقه غابويه، وهي مستعمره كبيره ديال الدياب، والدياب على حساب العلم ديالي كيشموا ريح الدم من بعيد. اي الا بقيتو هنايا سويرتي واش تعيشوا، اللي باقي عنده عظم صحيح يغيرها من هنايا، الا ما كانوش عندكم الرجلين سيروا على ركابيكم. تميت غادي انا وليليا وهي متشبته بيا بقوه وكتقول لي عمرك تخليني ياك، عمرك ما تخلى عليا. قلت لها كوني هانيه. رجعنا للقصر. ديك اللحظه دخلت ندوش وبقيت كنفكر في داك الشيء اللي قالتو ليا ليليا، كيفاش كتبغيني واصلا انا كنموت عليها. درت غلط، بغيت وحده بيني وبينها خدمه. شنو غادي يكون رد الفعل ديال باها الا عرف بلي انا وبنتو على علاقه؟ نهار كامل وانا كندور في راسي وكنتخيل كاع التفاصيل اللي ممكن يوقعوا في حاله ما با عرفني بلي انا وياه في علاقه. شنو غادي يدير؟ داك الشيء علاش وليت كنفكر نصارحو بهذا الشيء. وديك الساعه غادي نخلي رد الفعل ديالو هو شنو غادي يقول. في الليل مع ديك الوحده كنت ناوي في الصباح غادي نقصد با وغادي نقول ليه كل شيء. داك الشيء علاش والو ما جانيش الناس. بقيت واقف في البالكون وكنشوف النجوم وكنفكر كيفاش غيكون رد الفعل ديال با غدا. بقيت واقف تماك تقريبا شي ربع ساعه، واللحظه اللي غادي ندخل شفت شي حاجه غريبه الصراحه. واحد الضو ديال الليزر وكان جاي من بعيد بزاف وكيسالي في القصر. طلعت كذا من الباركو لقيتو موجهنيش للغرفه ديال السي علي. ديك اللحظه عرفتو غادي يكون شي قناص ويمكن كتسنى الفرصه المناسبه. تحنيت ديك اللحظه تميت غادي داخل بشويه بلا ما نشعل لا ضو لا والو. تميت غادي نيشان الغرفه ديال السي علي. حاولت نحل الباب ديك اللحظه هو
ومن حسن الحظ كان محلول. دخلت لداخل على ركابيه ولقيتو ناعس وكالكاو ديال بصح، وكان وحده جوج ديال بنات الليل. قربت لهضم حدا بشويه وسديت ليه فمو، حل عيني ديك اللحظه وقلت ليه ما تخافش انا منصف. الليزر اللي كتشوفو جاي من الشرجم، هذا شي واحد قناص وراه مقنص عليك. قال لي وقت راه شنو غادي ندير؟ قلت لي ما حدك باقي متكي وفي بلاصتك، فراه انت في امان، وياك تشعل الضو ووصي هاد الجربوعات اللي حداك. غادي نمشي نشوف دابا القناص وغادي نحاول لوكاليزي من الليزر اللي جاي. صافي قال لي صافي واخا كون هاني. خرجت ديك اللحظه من الغرفه بلا ما ندير الحس. من بعد تميت غادي وخرجت من القصر وهزيت الطوموبيل ديماريتها بلا ما نشعل الضواو، وتميت غادي بها نيشان الاتجاه اللي كان جاي منه الليزر. كانت مسافه بعيده شويه، تقريبا شي 3 كيلومتر، وفهمت ديك اللحظه بلي القناصه اكيد غادي يكون محترف مادام مقنص من هذه المسافه كامله. بقيت غادي بسرعه كبيره حتى وصلت قدام واحد السبيطار مشهور. بلاصه الطوموبيل نزلت وبان لي الخط ديال الليزر جاي من الفوق. مشيت دخلت لداخل وبقيت غادي كنجري في الدروج. تميت غادي طالع حتى قربت من الطاج اللي كان فيه هو. الباب كان فرقع تماك حيت السبيطار كان مهجور. بقيت غادي كتمشى بلا ما ندير الحس، وشفت ديك اللحظه طراس ديال الرجلين في الغباريه اللي كانت في الارض. ديك اللحظه بقيت متبع بشوهايه حتى وصلت الغرفه اللي كان فيها هو. حليت الباب شويه ولقيته مجبد على كرشو فوق واحد الطاوله اون فاس مع الشرجم.